الزمالك والهروب من طريق المهالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب تكونوا بخير. اتكلمت معاكم الفيديو اللي فات عن فوز الزمالك على بتروجيت، ونوهت معاكم ان انا هعمل فيديو عن الزمالك والهروب من طريق المهالك. طبعا أنا قبل الماتش من المصري لازم اتكلم في الموضوع ده، وانا في رايي واتمنى ان ده اللي يحصل، واتمنى ان الزمالك يكون موفق الماتش اللي جاي ان شاء الله، ماتش المصري. لان انا في رايي ان مباراه الزمالك والمصري في الكونفدراليه هي مباراه مفصليه في الموسم كله، مش في الكونفدراليه بس. اول حاجه موقف المجموعه، الزمالك دلوقتي لعب 3 مباريات في المجموعه، كل الفرق لعبت 3 مباريات. الزمالك عنده 5 نقط، المصري عنده 7 نقط، كايزر تشيفز دلوقتي بقى عنده 4 نقط. زيسكو هو الفريق الأخير اللي هو حصلت المجموعة، فالموضوع دلوقتي اشتعل ما بين ال3 فرق، وبالأخص الزمالك. وللأسف يعني أنا قلتها أيام ماتش كايزر تشيفز هناك، إن غلطة محمد صبحي ديت أخشى ما أخشاه إنها يعني تبقى تعمل لنا مشكلة كبيرة، وفعلا إحنا كده. بس إن شاء الله لو كسبنا ماتش المصري، وإن شاء الله نكسب ماتش المصري اللي جاي، هيكون الماتش ده فيه فرق كبير جدا، ان هيبقى خلاص هيتحول يعني هيتحول الموضوع ان يبعد الزمالك، يبقى بنسبة 90 95% الزمالك ضمن الصعود. فماتش المصري انا في رأيي ماتش مهم جدا، علشان كمان الفترة اللي جاية كلها المباريات كلها متزاحمة مع بعضيها، والمباريات كلها يعني في وسط السكواد اللي موجود في الزمالك، وفي وسط النقص العددي، وفي وسط المشاكل اللي موجودة في الزمالك. فالزمالك محتاج تركيز قوي. المهم هنتكلم ان شاء الله دلوقتي عن موضوع الحلقة النهاردة والفيديو النهاردة، الزمالك والهروب من طريق المهالك. ان شاء الله انا في رايي اتكلمت وقلت وبعيدها تاني وتالت ورابع، كل البطولات متاحه، كل البطولات في الموسم دوت متاحه للزمالك، في ايد الزمالك، في مقدور الزمالك ياخد. وسبحان الله انا اتكلمت بعد ماتش بتروجيت، جه بيراميدز تعادل وسيراميكا اتغلب من المصري، فالدنيا كلها اشتعلت وكله دخل، يعني كله قرب خلاص، كله قرب. يعني الفرق بين الزمالك والاهلي نقطة واحدة. بيراميدز لو لعب كل مبارياته ولا كده هيبقى ماتش، سيراميكا نفس يعني خلاص الموضوع قرب جدا يعني. واكيد كله هيلاعب بعض وهيحصل نتائج هنستفاد منها فرق، وفرق تانية يعني هتتضر منها. يعني الشاهد من الموضوع كله ان البطوله متاحه. ده هنتكلم بطوله الدوري اللي هي اكبر بطوله، اللي عاوزه نفس طويل، اللي عاوزه سكواد كبير وكده. طبعا غير بطوله الكاس طبعا، واللي الزمالك حامل اللقب بتاعه، وبطوله الكونفدراليه. فالزمالك قريب من ال3 بطولات، وال3 بطولات متاحين، ولازم نلعب على ال3 بطولات. طيب هنهرب ازاي بقى؟ زي ما اتكلمنا من طريق، انا في رايي اهم حاجه وجود استقرار، وان مجلس الاداره يعني يحقق استقرار الحد الادنى حتى من الاستقرار، واهم حاجه الاستقرار المادي والاستقرار المعنوي ولم الشمل، علشان نبدا الزمالك يقدر واحده واحده ياخد مباراه بمباراه، مرحله بمرحله، سلمه بسلمه زي ما بيقولوا كده، والامور تمشي. تاني حاجه محتاجين يعني الزمالك يحسب موقفه. هل هيكمل بالمدير الفني المصري معتمد جمال والجهاز الفني اللي معاه؟ خلاص هيكمل، يبقى كمل بقى، وكل الدعم ليه بقى، ويتحط معاه استراتيجيه ويتقعد معاه. هتجيب مدرب اجنبي تجيبه من دلوقتي، خلاص مفيش وقت. وعلى فكره اللعيبه اللي موجوده، عندك نقص، مش هنضحك على بعض، عندنا نقص، عندنا مشاكل، عندنا حاجات كتير. بس برضو بالسكواد دوت، انت معلش يعني انت شايف برضو المستويات اللي حواليك. يعني الفريق، اللعيبه المصريه كلها قريبه من بعض، وعندنا من 4 سنين تجربة، يعني تجربة ملهمة. تجربة مين؟ جيسوالدو فيريرا. لما فيريرا جه وكنا بعيد جدا في الدوري، وجه وركز. ونفتكر بالظبط كده، وتعثر مباراتين في الدوري، مباراة انبي ومباراة طلائع الجيش، انا فاكرهم كويس، واتهزم فيهم. وكسب اسوان بالعافيه في الكاس، بس ركز وظبط نفسه وظبط طريقه اللعب، ودخل المسلوس سيرد باك. ده بقى شغل المدرب، ما أنا بقول بقى اللي يبقى المدرب مهم في الحاجات دي. وغير الطريقه، خلاها 3-4-3، وبدا يعني بدا يغطي المشاكل اللي عنده والديفوهات اللي عنده.
وبدأ واحدة واحدة، وبدأ يطور بقى، طور مستويات لعيبة كتير جدا في الزمالك، وطلع الناشئين او طلع لعيبه ما كانش بيعتمد عليها، وما كانوا عنده طبعا سن الناشئين بس ما كانش بيعتمد عليهم، اعتمد عليهم واداهم الثقه، وشفنا كسب دوري وكسب كاس وكسب المنافس وعمل كل حاجه. فانا بقول عشان كده يبقى قلنا استقرار من الاداره، يعني اهم حاجه توفير الحد الادنى من الاستقرار، وبالاخص الاستقرار المادي، وده لازم يتكاتف الجهود فيها كلها. تاني حاجة المدير الفني وتوظيف وتطوير واستغلال إمكانيات اللعيبة، ده اللي مهم جدا. وأنا قلت المثل الأشهر فيريرا واللي عمله فيريرا. وبرضه دور اللعيبة بقى، إن اللعيبة لازم تعمل لنفسها تاريخ. أنت لما بتاخد بطولة بتتحط في تاريخك، ما بتحسش بيها غير بعد ما بتخلص. البطولات موجودة والبطولات في المتناول، والروح بتغطي حاجات كتير. وعلى فكره الفروقات، احنا قلنا الفروقات بين اللعيبه المصريه ما هياش فروقات بعيده يعني. اما حاجه بقى موضوع الجمهور، فموضوع الجمهور دوت يعني ده انا مش هتكلم فيه، لان الجمهور كده كده الجمهور بيساند، وكل ما هيلاقي نتائج احسن هيلاقيه يساند اكتر ويساند اكتر ويساند اكتر، والجمهور هو اللي مدي قوه الدفع رغم المشاكل دي كلها للفريق لغايه دلوقتي. عاوز برضو اتكلم في نقطه، ان ماتش المصري هيتلعب في استاد السويس الجديد، والماتش الاولاني اتلعب. طب ده ملعب المصري. طب ليه الماتش الاولاني اتلعب في برج العرب؟ حد بقى هيخش يقول لي ما هو اصل استاد القاهره كان مقفول. طب ماشي، كنا ممكن نلعب في السلام، كنا نلعب احنا اللي نختار. انا اعرف ان الزمالك بيلعب استاد القاهره، استاد السلام، استاد هيئه قناه السويس. طبعا احنا عارفين ان الكتله القويه والكتله الحرجه من جمهور الزمالك كلها من القاهره، فلما تبعدها توديها برج العرب مره وتوديها السويس المره، طب السويس المره الثانيه عشان ماتش المصري مش، انما الماتش الاولاني كانت تلعب في القاهره، يا حتى لو تلعب في الاسماعيليه، الاسماعيليه كانت اقرب. فمش عارف، كان المفروض مع الاتحاد الافريقي الاداره تشوف الموضوع ده مع الاتحاد الافريقي. عموما هنشوف الموضوع ده والموضوع ده كده. من اهم بقى المكاسب اللي الزمالك كسبها، ان الزمالك كسب في الظروف الصعبه ديت، كسب ناشئ زي محمد ابراهيم، ناشئ زي احمد خضري، وقبليهم ايشو لما لعب باك شمال. ما هو طبعا مش هقول عليه ان هو خلاص بقى ده احسن باك يمين وده احسن باك، لا بس سدوا الفراغ. انت كان عندك اهم 3 اماكن في الفريق، اللي هو ظهراي الطرف والارتكاز ما كانوش موجودين. ومع كده محمد اسماعيل كمان، محمد اسماعيل حل سحري، وبصراحة صفقة كبيرة جدا ان محمد اسماعيل بيلعب مساك، وبعدين بتتزنق فيه بتلعبه 6، وممكن تلعبه 8، وممكن تلعبه 10، وبعدين اتزنقت تاني رجعته باك يمين، وممكن كمان تلعبه باك شمال. فلعيبه اهوت بيلعب لك في كل يعني ما عدا راس الحربة ممكن والاجنحة، بيلعب لك في جميع المراكز اللي في الملعب. فده لعيب تكتيكي تمسك فيه بايديك واسنانك، اللي هو محمد اسماعيل. طبعا عندك محمد شحاتة، بس الإصابة بس ربنا يسهل ويا رب ويكون الإصابة يعني ويتعافى من الإصابة. عندك دونجا رجع تاني اهوت، عندك أحمد حمدي موجود، عندك محمد السيد اهوت كمان واللاعب جدد، وبرضه من ضمن اللعيبة اللي انت بتستفاد بيها دلوقتي وبتكسبها مع هو من نفس الجيل بتاع محمد إبراهيم من الظهير الأيمن، وبتاع أحمد خضر اللي هو على فكرة هو أصلا جناح وتوظف زي إيشو برضه باك شمال. وعندك اهوت بدات تطلع لعيبه، وبدا اللعيبه عندك ادم كايد لما بيلعب في مركز 10 شفنا اداؤه عامل ازاي وفنياته عاليه ازاي. فعشان كده اتمنى من الله، يا سواء بقى لو في مدير فني اجنبي يجي المدير الفني الاجنبي، وما نستناش اكتر من كده علشان الموسم موجود، مش عاوزين الموسم متاح، البطولات متاحه. يا لو هتكمل بمعتمد جمال يبقى يتقفل السكه دي، على الاقل اللعيبه تبقى عارفه هي مكمله مع مين. انا مش هتكلم طبعا بسبب ان عارف ان في ظروف ماديه انا ما اعرفهاش، ظروف صعبه جدا يعني، انا ما اقدرش اتخيل مدى يعني ايه مدى صعوبتها. فمش هتكلم في كده، بس يتحط خلاص بلان بقى للفتره اللي جايه، وما نشتغلش يوم بيوم، ويتحط خلاص بقى، خلاص يا معتمد جمال مكمل، يا في مدير فني اجنبي جاي. طب في مدير فني اجنبي جاي يجي دلوقتي، معتمد جمال مكمل، خلاص قفلنا على كل حاجه، عشان اللعيبه تعرف راسها من رجليها. واحنا عارفين ان لعيب الكوره عموما ليه ان يحس ان المدرب ده هو اللي قاعد معاه، والمدرب ده اللي ليه السلطات والصلاحيات عليه، احنا كده كطبيعتنا. انما لو حس ان المدرب ده جاي مؤقت
وقائم باعمال والكلام الظريف اللي بيتقال ده اللي معناه يعني ان شويه وماشي او انه بيسد خانه. ما بي... لان احنا شفنا موقفين كده حصلوا. موقف من ادم كايد قبل كده في ماتش المصري، وموقف في ماتش بتروجيت ما كنتش عاوز اتكلم عليهم. موقف عضيه دباغ وهو خارج، لا لو عارف ان ده المدرب اللي مكمل معاه واللي ممكن يلعبه وممكن يوقفه وممكن يعمل معاه كل حاجه، مش هيعمل معاه كده. فنتمنى من الله نشوف الكلام ده، ونتمنى من الله ان الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هنقولها كده على طول في نقط سريعه جدا، اللي هو توفير الاستقرار اللازم، ده دور الإدارة، ووجود مدير فني قادر على استغلال اللعيبة الموجودة والسكواد الموجود وتوظيف وتطوير واستغلال الإمكانيات اللعيبة. وادينا مثل بفريرا قبل كده. فريرا قبل كده من 4 سنين عمل إيه؟ إن كسب دوري وكاس، وكان جاي الدوري يعتبر ضايع منه خالص، والكاس برضه كانت الظروف صعبة وكل حاجة كانت صعبة. وطبعا دور اللعيبة نفسها في إنها بتصنع تاريخ لنفسها. وطبعا الجمهور كده كده مثابت. لو اتعمل الحاجات دي وبتوفيق ربنا بقى، وانك ترمي توفيقك كله على ربنا، ان شاء الله باذن الله نضمن ان شاء الله ان احنا نطلع من الموسم دوت بنتيجه ايجابيه. مش هقول نكسب ايه او ما نكسبش ايه، ده حاجه عند ربنا، ودي حاجه بس انت بتجتهد وتعمل اللي عليك والباقي على الله. عموما نتقابل تاني ان شاء الله. هنتكلم برضو قبل ماتش المصري ان شاء الله، ونتكلم بعد ماتش المصري. بس نتكلم ان شاء الله لينا فيديو قبل ماتش المصري هنتكلم فيه على اهم النقط اللي في الزمالك، ويكون بان بقى يعني مين اللي هيبقى ممكن يلعب ومين اللي هيبقى بعيد. ونتكلم برضو على لعيبة المصري ومصادر الخطورة بتاعت فريق النادي المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.